محطة مهمة قوي من المحطات اللي لازم نقف عندها، محطة فطام الأم. أنا عارف إن المحطة دي بالذات صعبة على الأمهات اللي بجد أمهات، اللي هي الأم السوية اللي بتحب أولادها محبة فطرية ومستعدة أي وقت تبذل نفسها عن أولادها. أي وقت أولادها محتاجين لحاجة تقدم الحب وتقدم الاحتياج ده بكل أريحية وبكل فرح، لأنهم أولادها، لأن هي حياتها ورسالتها في إن أولادها يبقوا ناس حلوين وأسوياء ومتربيين، فبيكرسوا حياتهم لتربية أولادهم وبناتهم. وهنا بتيجي المحطة الصعبة اللي أنا بتكلم عليها، فكرة فطام الأم. في لوقا 2 هنتعلم الحكاية دي من أمنا العذراء مريم بكل وضوح، لأنه حصل موقف هحكيه لكم ببساطة. ارجعوا له في الإنجيل بتفاصيله في لوقا 2 يعلم بجد إزاي الأم لازم تدرك إنها محتاجة تفطم أولادها عند مرحلة معينة. الوقت ده كان ربنا يسوع عنده 12 سنة، وكان في الوقت ده الناس كلها بتيجي في العيد تسافر لأورشليم في زي قوافل كده. القوافل دي بتبقى كبيرة ومقسومة، السيدات والأمهات وبعض الأطفال مرافقين الجزء الأولاني من القافلة، لأنه ناس كتيرة من القرى المجاورة يجمعوا نفسهم علشان هيسافروا كلهم يعيدوا في أورشليم. الحتة دي ليها سبب، عشان في الرجوع هتفهموا زي حصل سوء تفاهم كده أو موقف يعرفنا إنه الناس لما بتسافر تبقى عددها كبير قوي، وبيبقى السيدات في قوافل في البداية وبعديهم الرجالة جايين، فبيكون في زي إيه الأطفال بعضهم هنا وبعضهم هنا، فما بيبقاش الموضوع فيه وضوح بسبب العدد الكبير. الحصل ان العائله المقدسه ربنا يسوع المسيح له كل المجد طبعا، وامنا العذراء مريم ويوسف النجار، سافروا علشان يقضوا العيد في اورشليم زي المعتاد. راحوا وصلوا وقضوا العيد وكله تمام، بيجهزوا نفسهم يرجعوا تاني للقرى بتاعتهم. وفكره القوافل اللي قلناها، فامنا العذراء الظاهر افتكرت انه ربنا يسوع مع القافله اللي فيها يوسف النجار، او مع المجموعه اللي فيها يوسف النجار، ويوسف النجار افتكر انه ربنا يسوع في المجموعه الاولى اللي فيها العذراء مريم. المهم ان هم مشيوا لمده يوم كامل، وبعدين بالليل لما بيريحوا بعد مسيره يوم كامل اكتشفوا انه يسوع مش موجود، ولا هو هنا ولا هو هنا. فطبعا قرروا ان هم يرجعوا. ده اخذ وقت، يعني ما بين التدوير وما بين ان هم كانوا سافروا لحد يوم، فاخذ الموضوع 3 ايام لحد ما لقوا ربنا يسوع في الهيكل. فهنا تيجي الحته المهمه قوي اللي كل أم محتاجة تتعلمها، فكرة الفطام. طبعا أمنا العذراء أول ما شافت المسيح لقيته وسط المعلمين في الهيكل، أول حاجة جت في بالها تقول له طب أنت عملت معانا كده ليه؟ طبعا مشدودة بقى لها 3 أيام بفطرة الأم الطبيعية وبمحبتها الغالية لابنها. طبعا وضع خاص، لأن ده ربنا يسوع المسيح الوحيد الجنس، هي أمه بالجسد لكن في نفس الوقت هو ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا. فجاوبها بإجابة: أنتوا بتدوروا عليا ليه؟ ما هو أنا لازم أبقى موجود في مكان أبويا، ينبغي أن أكون فيما لأبي. يقصد الهيكل ويقصد إن دي رسالته، ودي الحاجة اللي أمنا العذراء لازم تبقى فاهماها. فطبعا اتحيروا من الإجابة. طبعا ربنا يسوع بعد ما أجاب الإجابة دي رجع من أورشليم معاهم خاضع ليهم، لأنه كان لسه كمان 12 سنة. ولكن آية جميلة كده مكتوبة إن أمنا العذراء كانت بتحفظ كل هذه الأمور في قلبها، لأن لسه بتكون الفكرة بتاعت إزاي ابني، ولكن لازم أفطمه، لأنه هو ابني اللي أنا ربيته بالجسد واديته كل حبي واديته كل عنايتي، لكن هيجي وقت هو هيخرج من البيت، هو هيبتدي حياته. هنا بقى بنقل الفكرة لكل الأمهات الفاضلات اللي بيربوا بجد، لازم تتعلموا عند سن معين يبتدي الطفل اللي هيبقى شاب يتفطم. يعني إيه يتفطم؟ مش فطام اللبن اللي هو بيكون وقت الرضاعة، يتفطم من الرعاية اللي بتكون محاوطة ساعات ومقيدة، لأن الشباب اللي هم كانوا أولاد وهيبتدوا يبقوا شباب، هو تقريبا ده نفس السن. يعني أمنا العذراء أدركت ده وتحفظت بده في قلبها، وأكيد لأنها أم فاضلة وبتحب كل الحب، لكن هي نفسها أدركت أنه ده وقت لإعطاء الحرية، ده وقت لأنه ابني يتمم رسالته. فلازم كل أم سوية محبة تدي فرصة لأولادها إن هم يختاروا لنفسهم حياتهم، وإن هم يعتمدوا على نفسهم، وإن هم يشوفوا رسالتهم. ساعات الأمهات ما بتدركش إن الأولاد كبروا وإن الفطام ده لازم يتم، وإلا يبقى الموضوع معطل. أمهات كتير تحت شعار إنهم بيحبوا أولادهم حب قوي قوي عطلوا أولادهم وبناتهم. ممكن ابن أو ابنة يتمنوا إن هم يتكرسوا، فالأم تفكر إنه طب وأنا مين هيراعيني ويقعد جنبي؟ فاتعلمي من أمنا العذراء، وسيبي أولادك يتحركوا، وسيبي أولادك يتعلموا، وسيبي أولادك يبعدوا علشان يكتشفوا الدنيا، وعلشان ياخدوا قرارات، وعلشان يبقوا شباب أسوياء. المرحلة دي مرحلة خطر، وزي ما بقول لكم احنا مدركين قيمة المحبة ومشاعر الأمومة القوية، لكن هنا تيجي المرحلة وتيجي النقطة: اتعلموا يا أمهات من أمنا العذراء إزاي يتم الفطام ده، أو إزاي نقدر ندي الحرية دي وإحنا فاهمين. تحفظوا بالأمور
وتحفظوا بالتعليم المظبوط. اعملوا زي أمنا العذراء في إنها أدركت وتحفظت للأمور دي في قلبها وقالت لازم ابني يتمم رسالته حتى لو ما كنتش مدركة إزاي أو مش عارفة الخطوات إيه. ده اللي بيحصل مع شبابنا. لازم يكون في التوازن ما بين المحبة والاهتمام اللي الأم بتديه في السنين الأولى للطفولة لحد مرحلة بداية الشباب اللي يبتدي الشاب فيها يعتمد على نفسه. ده هيبقى له رسالة، وتبتدي البنت تتعلم أمور البيت وتساعد وتشجع. الناس دي هتكبر وهتفتح بيوت، والبيوت دي هتبقى محتاجة مسؤولية، والمسؤولية دي الأم الفاضلة الذكية الواعية تعرف تربيها في أولادها حتى لو كانت مليانة حب. ما جراش حاجة إنك تقللي خطوات اهتمامك وتسيب الأطفال اللي خلاص هيبقوا شباب يعتمدوا على نفسهم ويشوفوا رسالتهم. وكمان لو ابنك أو بنتك عنده رسالة وبيحب الخدمة وبيحب ربنا، ساعدوهم ونموهم، لأن ده ممكن يطلع بكرة راهب أو رهبة أو أسقف أو بطرك حتى من أولادنا اللي احنا بنربيهم بإيدينا. كل أم فاضلة وبتحب ربنا لازم يبقى عندها شهوة روحية إنها تتممها من خلال إعطاء الفرصة للأولاد إن هم ينموا ويتحرروا. مشاكل زوجية كتير قوي بتيجي للكنيسة وبتجيلنا بسبب إنه الأمهات مش مدركين المرحلة دي. الأم بتفضل شايفة ابنها مهما كان كبر أو شاب ما هو برضو ابنها كأنه لسه صغير، كأنها لم تدرك زي ما أمنا العذراء أدركت وتحفظت بالأمور في قلبها وفهمت الرسالة. خلي عندنا وعي علشان بدل ما المحبة اللي احنا فاكرينها بتنفع ممكن قوي تضر لو كانت محبة غير متزنة وغير سوية. عشان كده قلت وركزت على الأم السوية، الأم اللي بجد أم عارفة ازاي تضحي وتبذل في السنين الأولى، وعارفة ازاي تتراجع وتدي الفرصة لأولادها يعيشوا ويتعلموا ويختبروا الحياة، وتفضل هي في ظهرهم باستمرار. هتفضل أم وهيفضل ليها مركزها، ولكن لازم الحياة تمشي في الوتيرة الطبيعية بتاعتها، إن كل شاب يفطم ويلتزم ويتحمل مسؤولية، وكل شابة تتعلم ازاي هي كمان تبقى أم مستقبلية وتاخد الرعاية، وزي ما تحبت تعرف تحب أولادها. ربنا يدي كل أم إنها تتفرج على أمنا العذراء كنموذج وتتعلم ازاي الأمومة تكون، وازاي الاهتمام والرعاية ما يمنعوش أبدا إن الأولاد يكبروا وينموا ويبقوا أصحاب رسالة ويتحرروا من القيود اللي ممكن تعطلهم وتخليهم غير مسؤولين، وبالتالي لما يكبروا يبقوا للأسف أحيانا غير نافعين. لا واحدة متدلعة ينفع تبقى مستقبلا أم، ولا ولد على طول احتياجاته ملباه ينفع يكون أب، لأن هي دي ببساطة فكرة الرعاية اللي تتطلبها مرحلة الطفولة، ولكن التحرر والفطام وإنه الأطفال هيبقوا أولاد وهيبقوا شباب ولازم يعتمدوا على نفسهم ولازم حياتهم تمشي وتستمر. والأم اللي مش قادرة إنها تعدي بمرحلة الفطام دي، الأم اللي مش قادرة إنها تتراجع علشان أولادها يتحرروا ويبقوا متحركين، تطلب شفاعة العذراء وتتعلم منها الحتة دي. لأنه فعلا صدقوني إحنا عندنا بيوت بتتعطل ما يسمى بالحب، ولكنه صدقوني مش حب ناضج، بيبقى في الآخر مليان اتكالية واعتمادية. أما الأمهات الأسوياء بيعرفوا يطلعوا جيل سوي مسؤول ومتعلم وقادر يشيل المسؤولية من وراهم، زي أمنا العذراء وزي أمهات تانية كتير.